السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواتنا واصحابنا عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا النهارده يعني فيديو غير اي فيديو بقى. النهارده راح اعمل لكم وصفة اكل تحفة، والكل مشتاق ان انا اعمل الوصفة دي، والكل طلبها مني من ساعة ما عملنا التحدي بتاع كشري البطاطس اللي هو بتاع الرز الاحمر يعني. فانا النهارده راح اعمل لكم الوصفة دي، بس قبل ما ابدا وقبل ما اعمل اي حاجة ما تنسوش تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا اعجاب للفيديو، وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وتصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا قبل اي حاجة، الفيديو ده انا حبيت اعمله عشان اعلم البنات اللي هي لسه مبتدئة او كده، برضو لو في بنات لسه يعني داخله اللي هي المطبخ جديد او كده، فالوصفه دي سهله وسريعه ومش من غير تكاليف خالص، يعني هتعمليها في 5 دقايق وانت واقفه، هتتعمل في حله واحده بس. فيلا بينا نشوف الطريقه والوصفه السهله الجميله دي. يلا بينا يلا بينا يلا بينا بقى يا جماعة، نبدأ الوصفة بتاعتنا الجميلة اللذيذة اللي طعمها في حتة تانية. طبعا أنا حطيت الوقت الحلة على النار، هولع بس عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، أنا ولعت عليها اهوت. هستنى بس عشان لو فيها أي مية ولا فيها أي حاجة اللي هي تنشف. طبعا عندنا الزيت اهو، نحط شوية زيت. تمام، وعندنا بصلة اهيت، عاملة عليها شوية يعني فلفل أسمر، على ملح، على كمون، على شوية شطة، يعني حط عليها شوية توابل كده عشان تدي ريحة وطعم حلو برضو. فأنا عملت برضو طبعا فرمت شوية توم، بس أنا مش هحط التوم ده على التقلية، أنا هحط التوم ده على بتاع البصل وهو بيتحمر. تمام اهو، عشان يبقى ريحته حلوة كده ويبقى في اختلاف في الموضوع اهو. ناس كتير قالت احنا عايزين دي الوصفة تتعمل ازاي واحنا عايزين طريقتها، فانا حبيت اعمل لكم طريقتها، والطريقة ديت سهلة وبسيطة ومكوناتها في كل بيت، يعني مش هتغلبوا حاجة، في 5 دقايق وانت واقفة هتعمليها. خلاص المية قربت تنشف نحط بقى الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكتروش زيت، هما شوية صغيرين كده، قيمة حوالي ربع كوباية واقل كمان. استنى بقى الزيت يسخن. ما تنسوش صلوا على النبي يا جماعة، اللي بيتفرج على الفيديو صلوا على النبي ووحدوا ربنا عشان الحياة تبقى منها تفاؤل كده. بحب قوي الرز ده، على فكرة ابو يوسف بيحب الرز ده قوي، ويعني من هو رز خفيف وفي نفس الوقت فيه كذا مكونة، يعني بتحط فيه بطاطس بدل ما تعملي بطاطس خارجية، يعني بطاطس محمرة او كده، او تعملي معاه اكلة تانية. الرز ده ممكن يتاكل مع خضار او مخلل او سلطة، فمش بيحتاج تكاليف قد كده، طريقته سهلة جدا يعني. خلاص الزيت بدأ يتحمر اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ريحته جميلة قوي، الريحة طلعت اقعدوا قلبوا فيها كده بس عشان ما تتحرقش مننا ان شاء الله. ريحتها جميلة قوي، ريحة البصل مع الثوم مع التوابل عطت ريحة حلوة قوي ان شاء الله. يلا بقى لأي واحدة لسه محتارة في طبيخ بكرة أو طبيخ النهاردة، قومي اعملي الوصفة دي. كان عندك شوية طماطم افرميهم، عندك شوية شبت قطعيهم، عندك شوية بطاطس خرطيهم واعملي الوصفة دي. الله، احنا مش عايزين البصلة تتحمر قوي، احنا عايزينها بس تدبل ويبقى لونها وردي كده. طبعا انتوا عارفين لون الوردي يعني في كذا واحدة بعتتلي ان هو انا اقطع من وصفات الطبخ، بس انا برضو مش عايزة اعمل لكم حاجة انتوا ما طلبتوهاش مني، يعني بحب اعمل حاجة اللي انتوا عايزين تشوفوني وانا بعملها، عايزين تشوفوا الطريقة بتاعتي عاملة ازاي. فانا ان شاء الله لو انتوا حابين تشوفوا اي طريقة اكلة او حابين تشوفوا الوصفة فانتوا بعتولي او اكتبوا لي كومنت وانا ان شاء الله اعمل لكم الوصفة دي.
يعني ليكوا اصلا يعني. طبعا هي يا جماعه اتحمرت شويه اهي. تمام. فانا بقى ايه هحط دلوقتي الطماطم. هي فين الطماطم؟ اهو انا فرماها ومصفيها. بسم الله. بس كده. الله والله العظيم ريحتها جميله قوي. ريحتها في حته تانية. احنا عايزين بقى بصوا يا جماعه، كنت انا عامله شويه صلصه من قيمه يومين كده ولا حاجه، فبقى الطبق ده كنت مفكره ان الصلصه دي تكون عويله، بس طلعت ان هي يعني معقوله حلوه هتقضي الطبخه. فانا مش هحط دي ممكن بقى اخليها في الفريزر. تمام. فاستنوا معايا بس الصلصه تغلي غلوه عشان نحط على البطاطس. طبعا يا جماعه الصلصه يعني بدات اللي هي تتسبك، فانا هحط دلوقتي البطاطس عشان تشرب من الصلصه شويه وتستوي شويه. تمام. فانا دلوقتي اهو هي البطاطس اهي كنت نقعها بس في ميه عشان ما تسودش. تمام. فانا هصفيها شويه اهو، فهحطها بقى دلوقتي عشان ايه تستوي شويه. بسم الله. اهو بس انا مش هحط ملح ولا اي حاجه، يعني ممكن احط ايه نقطه ملح صغيره عشان برضو البطاطس بتحتاج ملح، فانا هحط قيمه ايه معلقه صغيره كده ملح. تمام. اهو هنسيبها بقى ايه تستوي شويه. الغطا بتاع الحله فين؟ اهو هنسيبها بقى تستوي شويه عشان بعد كده نقوم جاي ضايفين الرز. عم اغسل الرز تكون هي ايه استوت شويه. شوفوا يا جماعه الحلاوه، شوفوا الحلاوه والريحه بقى في حته تانية. الريحه في حته تانية. طبعا الوقت البطاطس بتستوى. تمام. فكمان شويه كده بقى وهقفل عنها عشان مش هقفل كمان شويه، وهحط بقى عليها الرز وباقي المكونات يعني. طبعا يا جماعه خلاص البطاطس يعني مستويه شويه معانا، اللي هي ايه بتتقطع بس بصعوبه شويه، فاهمين؟ فاحنا دلوقتي بقى نقوم حاطين عايزين نطفي الاول، وبعد كده بسم الله الرحمن الرحيم ونحط شويه ميه مع الرز. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله كده حطينا الوقت اهوت الرز. خلاص كده نقلب بقى كله ببعضه. الله الصلصة ما شاء الله جميلة. الصلصة كده مظبوطة. تمام. هو بيتهيألي كده المية كتيرة شوية، بس دلوقتي هنحط الشبت كزبرة. لو عندك كزبرة بس حطي، لو عندك شبت برضو حطي، بس ما تكتريش الشبت قوي، والكزبرة هي اللي بتديله ريحة وطعم. تمام. انا حطيت الوقت اهو الكزبرة قلبي اهم حاجة التقليب. خلاص اهو. انا مش عايزة البطاطس تكون مستوية قوي عشان ما تعجنش معانا في الرز، انا عايزاها تكون مستوية الا شوية، يعني ناقصة اللي هو يعني لما تاخد سوى الرز يبقى هي كده استوت خلاص. يعني انتوا بقى ظبطوها بقى، يعني هي مستوية شوية لما تتحط مع الرز تستوي بقى خالص، فاهمين؟ هي كده بقى خلاص. فتمام كده بقى هنحط الملح. احنا كده خلاص ظبطنا العقد بتاعه. نحط بقى الملح. نحط ايه بصوا بقى انتوا على حسب الملح بتاعكم، شوفوا انتوا تحطوا الملح عامل ازاي. فاهو ده الملح بتاعنا. تمام. حطينا كده الملح. هنحط بقى ايه شوية خلطة من اللي احنا عاملينها دي، اللي هي الشطة مع الكمون مع الفلفل الاسمر مع الملح. تمام. وهنحط برضو شوية فلفل اسمر. تمام اهو كده. تمام كده. تمام. خلاص كده خلصنا الرز بتاعنا. هنقلب بس المية اللي على الوش دي. خلاص. واللي حابب برضو يقلب من تحت يقلب. فكده خلاص انا خلصت الرز. دلوقتي هنولع بقى عليه عشان ايه يستوي، اللي هو يشرب ميته بقى. اهو الغطا. نحط الغطا كده. تمام. هنستنى بقى لحد ما الميه تنشف وارجع له. بصوا بقى يا جماعه الرز بتاعنا الجميل وهو بيغلي، شوفوا شكله وريحته تحفه، يعني كده خيال خيال بجد، يعني الريحه كده موصله لاخر الشارع.
يلا بينا على اللحظة الحاسمة اللي منتظرنا من اول الفيديو. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 يا ام يوسف على وصفات. بصوا بقى يا جماعة، بصوا الرز، بصوا الحلاوة، بصوا شوفوا، جميل جميل بجد بجد والله العظيم جميل قوي. شوفوا 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 قد ايه جميل. شوفوا شوفوا يا جماعة، تحفة تحفة فنية، تحفة بجد، تحفة. انا مش عارفة، وطعمه بقى خطير، طعمه في حتة تانية. انتوا بتهيألكم ان هو معجن بس هو مش معجن، هو طعمه جميل وحلو قوي. وكمان ده لما يبرد شوية بقى اتفرجوا عليه، طعمه خطير. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، الفيديو الجميل اللطيف العسل اللي وصفاته كلها سهلة وبسيطة وسريعة. فأنا بتمنى إن الفيديو بتاع النهاردة يكون عجبكم واستفدتوا منه وطلعتوا منه بإفادة وحاجة تساعدكم فيما بعد، أو مثلا معلومة جديدة خدتوها مني. فبجد هو طريقته جميلة قوي وهو عاجبني جدا ومظبوط المرة دي قوي. فما تنسوش بقى تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتعملوا إعجاب للفيديو واشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وما تنسوش تتابعوا الوصفات بتاعتي اول باول عشان هنزلكم ان شاء الله الفترة الجاية وصفات جميلة جدا وهتستفادوا منها. تمام، يلا باي باي.